سلام كي دايرين لاباس عليكم واش اخباركم مزيان مبروك عواشركم الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد البريوات ديال الحوت ساهلين كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم كنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندي القناه وتشجعوني وتابوناو معايا دوزوا المقادير ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا هنايا عندي نص كيلو ديال الكروفيت اللي كاينه منقيه، عندي نص كيلو ديال الميرنه حتى هي كنت منقيه ووقتها شويه في الحامض، عندي نص كيلو د الكالامار، عندي هنايا الشعريه ديال الروز حسن، عندي هنايا العطريه، معلقه كبيره التحميره، معلقه صغيره د الكمون، معلقه صغيره د البزار ومعلقه كبيره من السكينجبير والخرقوم والملحه على حسب الذوق. عندي هنايا 4 فصوص الثومه، ندير حامضه مصيره ونص حامضه عاديه وقزبر ومعدنوس، ندير 2 معالق ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الهريسه، نص كاس ديال زيت الزيتون، وعندي هنا الصلصه ديال السوجه. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه غادي نصوب معكم التشرموله هي الاولى. المهم انا نطحنا غير العشوار، اللي بغى يستعمل غير المهرات يستعملوا. المهم انا غادي نقطع قزبر ومعدنوس، من بعد غادي ندير نص حامضه غنخلي منها غير شويه من ديك النص، غادي نحيدها العظم الوسطاني. انا درتها كامله، ما حيدت لا الوسطاني لا والو، خليتها كامله. صافي انا غادي نقطعها وغادي نخلي غير طريف منها كما كتشوفوا. صافي غادي ندير هنا الثومه 4 فصوص الثومه والعطريه. انا ما درتش الملحه بزاف لحقاش الهريسه فيها الملحه والصوجه فيها الملحه داكشي علاش. المهم هنا غادي ندير 2 معالق ديال الصوجه هنا عامرين كبار كما كتشوفوا، وغادي ندير نص كاس ديال الزيت، ماشي نص كاس كامل، المهم قريب نص كاس غادي نديرو. صافي غادي نطحن ان شاء الله هاد الشرموله كامله. هنايا غادي نعصر غير هاد الحامضه وداك الوسطاني اللي طاح راه حيدته بالمعلقه ما خليتوش باش ما تجيش حامضه. صافي انا غادي نطحن المهم حتى تولي بحال هكا على هاد الشكل. صافي من بعد ان شاء الله غادي نشد ديك المرنه هي الاولى، غادي ندير لها التشرموله باش ندخلها للفران، غادي نشرملها كامله، غادي نخليها طوي شي 10 دقائق، ما نخليهاش تتحرق غير شويه، نحس بها شطات راسها وغادي نحيدها. صافي غادي نشرملها مزيان بالتشرموله، ندير التشرموله ديالها مزيان. احسن حاجه هي تكون في الفران بلا ما نستعملو هنايا فيها الزيت، كنديرو في الفران كتجي مزيانه. صافي هنا من بعد راني سخنت الفران، جبت اللاطه، غادي ندخلها ان شاء الله للثلاجه، نخليها غير شي 10 دقائق وغادي نخرجها، ما نخليهاش اكثر من 10 دقائق باش ما تجيش يابسه. صافي من بعد هنا شديت الماء سخون، درت فيه ديك الشعريه ديال الروز من الحسن من الشعريه الاخرى وغادي نخليها على جنب. هنا درت شويه ديال زيت الزيتون وواحد المعلقه ديال الزبده. صافي من بعد هنا ما دابت غادي ندير واحد 2 معالق ديال التشرموله وغادي نحركها. من بعد غادي نزيد الكروفيت وغادي نشحرو مزيان. انا راه العافيه راه مجهده باش دغيا يشرب، ماشي طيب بزاف حيت راك عارفه الكروفيت ما خصوش يطيب بزاف. صافي انا بقيت كنحركو ما حبستش من التحرك. صافي هنا بقيت كنحرك حتى نشوفو طاب وشرب ديك الشرموله كامله. صافي هنا من بعد ما بدا كيتشحر غير غادي نقلبو، غادي نلقى غير خدا الطياب غير شويه وغادي نحيدو حيت هو ما كيبغيش الطياب. صافي هنايا ما حبستش من التحرك، بقيت كنحركو. صافي هنا بقات الشرموله ديالو من الجناب كتشرب، بقات كتعسل من الجناب هانتوما كما كتشوفوا. صافي هنا غادي نزيد غير شويه وغادي نحيدو. صافي هنا من بعد درت هنايا كما العاده شويه ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نزيد عليها واحد 2 معالق ديال الشرموله باش ندير الكالامار تا هو يتشحر. صافي هنا غادي نديرو وغادي نجهد عليه البوطه.
وما نخليوش يطيب بزاف حيت الا فات فيه الطياب كيجي قاصح في الماكلة. المهم انا غير غياخد غير يطيب غير شويه وغادي نحيدوه، حيت هو كيطلق الماء. غادي نحاولوا نجهدوا البوطه باش دغيا يشرب باش ما ياخدش معنا وقت بزاف. صافي هنا من بعد ما بدا كيطيب غنبقى نحركو. صافي هنا كما شفتوا بدا كيطلق داك الماء ديالو. صافي هنا غادي نحيدو وغادي ندير ديك الشعريه انايا وغادي ندير لها تاهي شويه ديال الشرموله وغادي نحركها في هاد المقيله تندخل لها الشرموله مزيان. صافي هنا كما شفتوا من بعد ما دخلت لهاد الشرموله صافي ان شاء الله غادي نحيدها وغادي نديرها في واحد الاناء وغادي نشد ديك المرنه من بعد ما طابت. غادي نقيها كما كتشوفوا. صافي دابا هنا من بعد ما وجدت كلشي درت كروفيت والكالامار وزدت عليهم المرنه في نفس الاناء وغادي نحركهم بيدي مزيان. صافي من بعد ان شاء الله غادي نجيبوا الورقه غادي نقطعوها على جوج كما كتشوفوا. انا استعملت غير الموس غادي نقطعوها على جوج. صافي هاد النص غادي نديرو صيغار والنص غادي نديرو مبريوات عاديين. صافي هنا من بعد ما قطعتها صافي غنبقى نشد هاد النص. هنا درت شويه ديال الزبده والزيت مخلطين باش نبقى ندهن بيهم باش تبقى ديك القرمشه حيت نبغيو نطيبوها. صافي هنا من بعد طلقت النص ديال الورقه ودرت الحشوه. انا هنايا درتهم كبار ما استعملتهمش صغار درتهم كبار. صافي هنا من بعد صافي غادي نغطيو الجنيب الاخر صافي وغادي نبداو نطويو بقى ندهنو بشويه ديال الزبده. صافي وبدا نطويو كما كتشوفوا هنايا راه كلشي باين في الفيديو. صافي غادي نمشيو بنفس الطريقه. صافي من بعد اما غادي نجمعوهم بالطحين والماء ولا بالبيض. انا خليتها حتى الاخر عاد بديت كنجمع. صافي هنا غادي نمشيو بنفس الطريقه غادي ندير الحشوه اللي كل واحد شنو بغاوهم كبار ولا صغار. المهم انا استعملتهم هنايا كبار. صافي وغادي نبقى نطوي بنفس الطريقه وهنا خليتهم حتى الاخر اللي غادي نجمعهم ان شاء الله. صافي هنايا كندير الحشوه المناسبه. المهم اللي بغاهم صغار يقلل يقطع هاد الورقه على 3. المهم انا قطعتها غير على جوج. صافي هنا كما كتشوفوا كندهن بشويه الزبده. صافي من بعد وكنطويه. هاد الطريقه كتجي ساهله على الطويان دغيا كتجمع لك كتجمع معاك البريوه ما كتعذبكش. صافي هنا من بعد غادي ندير ديال السيجار. هنايا قطعت ديك الورقه على جوج ما خليتهاش طويله بحال هكاك. صافي من بعد درت الحشوه حتى هي على حسب اللي بغا. المهم انا هنايا درت على حساب السيجار. صافي هنايا غادي بنفس الطريقه. المهم راه ساهله بزاف كما كتشوفوا. صافي ها هي. غادي نمشيو ان شاء الله بنفس الطريقه حتى غادي نساليو ان شاء الله السيجار ديالنا. الطريقه حتى هي راه ساهله حيت كتقطعوها على جوج كتجي ساهله وكتشيط ليكم الورقه. انا هنا راه جبت كيلو ونص وشاط لي منها يعني راه ما استعملتهاش كامله. حاولوا ديما ديروا الوجه رطب لتحت والحرج ديروه الفوق. المهم انا راه كيلو ونص راه شاط لي منها. المهم تقريبا فهاد كيلو ونص ديال الحوت اللي درت استعملت غير شي كيلو شي حاجه. المهم شاط لي الورقه راه استعملتها في حاجه اخرى. صافي هنا كما كتشوفوا هنا راه بديت كندهن شويه الورقه. صافي كنجمع من الجنيبات مزيان باش ما تخرجليش الحشوه وكنطوي. صافي ومن بعد غادي نلصقو من هنا. صافي هنا انا درت جوج شكيلات درت على شكل بريوه ودرت على شكل سيكار. اللي بغى يعمرهم بسطيلات صغار اللي بغى كل واحد شنو. انا جبت واحد البلاستيكات ديال اللي غادي ندخلهم بهم للثلاجه. المهم انا غادي نعمر البلاستيكات ديالي مزيان واخا كيعمروا هكاك راه حيت كتبغي تجبدوهم كيتحيدوا معكم بسهوله. صافي غادي نخرج منهم الهواء وغادي نسدهم مزيان. هنا صافي غادي نعمر السيكار بوحدو برواز بوحدهم. هنا راه كيتحيدوا بسهوله. حتى انا راه درتهم حتى الليله الاخرى عاد جبتهم عاد طيبتهم ما تلاصقوا لي ما والو. صافي ان شاء الله غادي نمشيو بنفس الطريقه حتى غادي نعملوا الميكات ديالنا كاملين.
صافي من بعد غادي نديروهم في الفريغو، وبقى نجبدو اللي غادي نطيبو ونرجعو داكشي لاخر، ماشي غادي نجبدوهم كلهم حتى يذوبوا. صافي هنايا من بعد ما ساليت كما كتشوفوا عطاوني هنا 3 ديال البلاستيكات. صافي دابا ان شاء الله هنا غادي نديرهم في الفريغو وغادي نخليهم ان شاء الله يجمدوا سمحوا لي. المهم انا غادي نوريكم طيبت معكم جوج وحدينات هنايا باش تشوفوهم كي جاو. المهم من بعد ما طيبتهم ولا هنا طيبتهم في الزيت، طيبهم في الفران والاحسن. المهم هنايا جاو مقرملين كما كتشوفوا وهشاش. نقسم معكم وحده هانتوما كيجيو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى ان شاء الله تدعموني وتشجعوا معايا، والفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله.